تخيل رئيس دولة بحجم وقدرة وتقل حسني مبارك طلع بنفسه قبل كده في لقاء صحفي وقال لك أنا نفسي مش من أهل الناس اللي تقدر تخش الحرب. تخيل واحد قضى حياته كلها يعتبر في الحالة العسكرية ودخل حرب 3 4 حروب وكان قائد لسلاح الطيران كله وبيقول كده. هتيجي أنت اللي نايم على السرير وماسك التليفون في إيدك وتقول لي يلا نخش الحرب ونصدق كلامك؟ يعني معلش، يعني خلينا نتكلم يا جماعة شوية بصراحة. نص الناس أصلا اللي بتتكلم والشباب دي لما بتجيلهم فرصة إن هم يقدموا على الجيش كلهم بيهربوا، واللي بيقدم أصلا بيقعد يدور على وسايط ويدفع فلوس علشان يقعد في حتة بعيدة عن الحدود ويقعد في حتة مرتاح. عايز دلوقتي يدخل البلد في حرب؟ طب أنت اللي عمال تتكلم، تعالى كده لما أقول لك خد شيل سلاح على كتفك أهو وروح اقف في الصحراء تحت الشمس، عندنا حرب بكرة، قول لي هتعمل ايه؟ اللي انا بكلمك فيه ده يا صديقي عارف ان هو هيجيب انتقادات وناس كتير مش هيعجبك الكلام، بس هو ده الواقع. يعني الواقع ما حدش راضي يتكلم فيه يا جماعه. عشان اثبت لك الكلام ده هحكي لك قصه. سنه 1965 اتعملت جلسه مغلقه بين قاده الدول العربيه في مدينه الدار البيضاء في المغرب، وسبب انعقاد القمه كان بسبب سيطره اسرائيل على